النهارده جولة، بس المرة دي جولة في بحري. بحري مش بس تاريخ وحكايات، دي كمان أحسن مكان تاكل فيه عشان الأكل هنا ليه طعم مختلف، عشان جوها اللي دايما حلو وناسها اللطيفة اللي بتحسسك أكنك واحد منهم، وشوارعها اللي بتحسسك إنك رجعت لزمن الفن الجميل. عارفين إن بحري معروفة بالسمك، لكن حبينا نجرب حاجات تانية مختلفة ونخلي السمك ليوم تاني. فخلينا نشوف إيه الحاجات اللي احنا جربناها النهاردة عشان ما نطولش عليكم. جبنا من اول مطعم اللي هو محمد حامد. هو المفروض هو جزاره بيعمل بقى مشويات وحواوشي وكده، لكن هو اكتر حاجه مشهور بيها هو الحواوشي. فاحنا جبنا لنا واحد حواوشي مخصوص وش بيتزا، او مش عارف ايه البذخ اللي احنا فيه دوت من اول اليوم، بس خلينا نشوف. هو شكلها فطيره اكتر من اللي هو حواوشي. هو المفروض بيجي معاه طحينه وشوك ومعالق، بس انا مش عارف ديت هنعمل بيها ايه يعني. خلينا نشمر كده بقى. ماشي يلا بينا، بسم الله. ناخد لنا ربع كده. انا حاسس ان الربع المخصوص بتاعهم حاسه اصغر شويه يعني عن الكيال اكبر من كده بكتير. انا فاكر ان حواوشي الكيال يعني كان اكبر من كده حبتين شويه وكان مخدوم اكتر. هبقى ممكن اعمل لكم حلقه تانية عن حواوشي الكيال، بس لو عايزينه ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات، نعمل جوله مثلا في سبورتنج، في كامب شيزار كده يعني. بسم الله. هو على الرغم من حجمه صغير لكن هو دسم وطعمه حلو ولسه سخن. خلينا نجربها بقى بالطحينه. مش حلوه بالطحينه، هي لوحدها اصلا حلوه. ممكن الطحينه دي ناكل بيها الاطراف، لكن جوده اللحمه سخنه قوي. كجوده اللحمه وسمكها يعني اوكي، متوسط مش احسن حاجه، بس الصراحه سعره اوفر برايسد سيكا شويه. بس ناخد القطمه ديت ونخش على المطعم اللي بعده. بصوا احنا دلوقتي ماشيين في حواري بحري بندور على فرج ابو خالد، لكن الفرع القديم مش الفرع الجديد. الفرع الجديد تقريبا اللي هو على البحر دوت. احنا عايزين الفرع القديم بقى اللي هو اخد كام محل كده جنب بعض زي ما شفناه في الفيديوهات وكده. انا حاسس ان انا دلوقتي سايح، لان انا رايح الاماكن المعروفه مش الزخانيق زي ما احنا متعودين اللي احنا نعمل في اغلب الفيديوهات بتاعت جولات. تمام مش مشكله، اهم حاجه الاكسبيرينس، اهم حاجه التجربه. وغالبا الناس هنا برضو شايفيني سايح مش عارف ليه، حتى من قبل ما اطلع الكاميرا يقول لي تعالى حنطور، تعالى مش عارف ايه، تعالى اوصلك، تعالى اقعد هنا. هو انا في العادي ما بروحش بحر كتير قوي يعني، غالبا بروح اقعد فيها على البحر وبتاع، لكن عمري ما جربت فيها المطاعم اللي هي المعروفه بتاعتها. خلينا نروح على فرج ابو خالد ناكل لنا مثلا كبده، مخ، حاجات اللي هي المعروفه اللي عنده ديت. فيلا بينا. بحاول اشوف حاجه مثلا تكون على السريع كده، لان لسه قدامنا المشوار طويل، وانا مش عارف هجيب سندوتشات ايه بالظبط، لكن هو في العادي هيكون مثلا سندوتش كبده مثلا على مخ بالزبده، الحاجات المشهوره بتاعتهم دي. هو اصلا كل حاجه هنا غاليه يعني. بصوا كده الاسعار، مش عارف شايفينها ولا لا. راح فين الكبده ابو 5 جنيه؟ انا عايز بقى ايه حلالي، بلاش تعرف. الحلويات هو الميكس ما بين الحاجات كلها، ما بين الاعضاء البقره كلها. درة اللي هي مش عارف اشرحها ازاي. انا بقول نقفل لحد ما نشوف الاوردر. المفروض بعد اختيارات كتير قررنا برضو اللي احنا هنجيب الكبده والمخ بالزبده. احنا تقريبا اخدنا وقت طويل مع بال ما صورنا، لان هو قال لنا هنزل لكم باقي السلطات عشان تاخدوها برضو في الشرب، فغالبا السندوتشات بردت. فخلينا ناخد بس اول حاجه اللي هو المخ بالزبده، عشان دوت لو برد هيبقى وحش قوي. مش خلينا كده، بسم الله. هو لطيف، التكتشر بتاعه كويس، لكن انا عامه اول مره اكل مخ بالزبده، فانا حاسس اللي هو مش عارف، الناس هتقول عليا فلاح، لكن انا حاسه جبنه قريش قوي، نفس التكتشر بتاعه ونفس الطعم بتاعه. ممكن عايز عصره ليمون ولا حاجه. هو لطيف بس ممكن ما اطلبوش تاني يعني. خلينا نخش على الكبده. هو الكبده عامه العيش بتاعها تحس ان هو مفرول سيكا يعني، بس تمام يعني شغال. حشو الكبده بتاعه لحد ما لطيف، مش شبه سندوتشات تانية، بس برضه غالي قوي بالنسبه للكبده اللي في العموم. تمام ممكن عشان هو بلدي ونضيف وبتاع وكده ومضمون، لكن انت برضه مش هتعرف هل هو مضمون ولا لا يعني، بس ستيل غالي شويه. بسم الله. لا الصراحه في فرق ما بين الكبده دي والكبده بتاعت المحلات التانية اللي هي ب 10 و15 جنيه. دي تحسها اطرى، وفي نفس الوقت تحسها اللي هو انضف شويه يعني من باقي المحلات، بس برضو مش لدرجه اللي هي توصل ل 50 جنيه. خلينا برضو نديها عصير ليمون. يلا بينا. بس بصوا بقى، ده اللي كنت بتكلم فيه، ان العيش مش ماسك نفسه ومفرول في سندوتش اتقطع.
هو كتجربه بالنسبه للاثنين يعني تمام لطاف وكل حاجه، لكن برضو مش بهذا السعر يعني. خلينا ندوق بس السلطات منهم نزلوها، علشان برضو هم قالوا يعني ايه نزل باقي السلطات. مش عارف الصراحه حاسبونا عليها ولا لا، لان احنا ما طلبناهاش. ده بنجر، مش من محبين البنجر الصراحه. بص ده بقى مننا. الكبده نوعين، في شمبري العجل الكبير، ده بقى بتلو العجل الصغير الرضيع. في فرق بين الاثنين. تمام. الشمبري ده العجل الكبير، دي بتلو العجل الصغير الرضيع. اوكي ماشي. ده تقريبا اكرام من عندهم كده، نزلوا لنا سندوتش زياده زي ما انتم ما سمعتوا كده الشرح بتاعه. ده المفروض اللي هو العجل الصغير وده العجل الكبير. خلينا في الطحينه بتاعتنا. الطحينه عامه عندهم حلوه، بس لو احنا كنا طلبنا مشاوي 600. خلينا نجرب بقى اللي هو اللي قالك عليه اللي هو العجل الصغير دوت. خلينا ندوق. بقول لك انا حاسس ان دوت احلى من ده يعني. انت ممكن تدوق ده كده. انا مش من محبين اللي انا احط طحينه على الكبده، وفي الغالب اللي انا بحط عليه حته ليمونه كده بس، لكن خلينا نجربه زي ما الكهربائيه بيعملوا. محدش يا جماعه يحط طحينه على الكبده خالص، هي اخرها عصره ليمون بس، بيغير اول حاجه من طعم الكبده، ومش احسن اختيار يعني. فبس احنا كده غالبا جربنا الحاجات بتاعت فرج ابو خالد الى حد ما عارفينها يعني. عامه السندوتش دوت مش دافعين ثمنه، كراما يعني من عندهم كده عشان شافونا بنصور. خلينا بقى نخلص الاكل دوت ونخش على المطعم اللي بعده. احنا لقينا مطعم سمك كان بيتعمل عليه فيديوهات كتير، اللي هو اسماك البرنس دوت، فانا مش عارف هل هنحطه في الحلقه ولا لا، فخلينا نشوفه كده لاخر الفيديو يعني، نسيبه لاخر الفيديو. لو تمام نحطه، لو مش تمام خلاص نشوف لنا حاجه تانية. احنا خلصنا فرج ابو خالد. بصوا عشان احنا كنا قاعدين في المكان والراجل كان واقف ورانا، فانا ما عرفتش اتكلم كويس يعني. بصوا عامه السلطات بتاعتهم تحفه يعني. هم اوكي هم منزلين لنا ضيافه وكل حاجه، لكن هي السلطات بتاعتهم تحفه، وغالبا عشان كده هو صمم اللي هو ينزل لنا الحاجات يعني دي. بالنسبه للسندوتشات بتاعتهم، هو يعني ممكن تحس ان هي اوفر ريتد شويه، مش بهذا السعر خالص يعني. بالنسبه لسندوتشات كبده ومخ، باي ذا واي برده المخ ما عجبنيش قوي يعني. الكبده الصراحه كانت حلوه قوي. حاليا احنا دلوقتي رايحين على الانفوشي نشوف محلات تانية ممكن نجربها، حاجات تانية ممكن نشوف هنعمل فيها ايه، مش عارف. خلينا نشوف، يلا بينا. بقول لكم يا جماعه وانا ماشي كده لقيت حد عربيه كده صغيره بتعمل كسكسي وادوسيه وبتاع. انا الصراحه زي ما انتم عارفين ما بحبش الحلويات قوي يعني، بس شفت فيديوهات كتير عنه فخلينا نجرب. جبنا يا جماعه ادوسيه، بتكون حاجه شبه الشعريه كده بس ارفع شويه تقريبا. خليته احط عليها لبن وسكر يعني، قلنا برضه عشان ايه ما نتقلش في الحلويات وكده، لان انتم عارفين ما بحبش الحلويات قوي. خلينا ندوق. لا حلوه قوي، بس المشكله السكر بتاعها كتير. انا مش عارف الكميه ديت الصراحه كتير قوي بالنسبه ل 20 جنيه. ده مش معناه اللي هو يغليها بس انا بالنسبه لي كتير قوي بالنسبه للسكر اللي انا حاطه يعني. بس فيها لذيذه، تسليه كده في النص. عندهم برده حلويات شبه القشطوطه والمدلعه والحاجات ديت كلها. هو انا دقتها يعني، هو اداني كده قطع صغيره لحد ما طعمها حلو قوي. فلو انتم مش حابين حوار الادوسيه والكسكسي والحاجات ديت، عندهم حاجات برده حلويات ممكن تجربوها. بس فخلينا نخلص البتاع ديت ونخش على الوجهه اللي بعديها. الديستنيشن اللي بعدها لقينا مطعم اسمه الشريمبي، لقينا برضو اللي هو من المطاعم المشهوره جدا اللي في بحري. لقيت كذا ريفيو عنه، كنت برضو اجربه بما ان احنا برضو ماشيين في الانفوشي وكده، فنجربه يعني في السكه. قلنا نطلب حاجه خفيفه كده بما ان احنا ماشيين، فطلبنا مكرونه وايت صوص موتزاريلا بالجمبري، وطلبنا ميكس جمبري وسبيط. خلينا بس ندوق المكرونه وايت صوص. غالبا المكرونه كانت عامله لها 145، والميكس دوت كان عامل له برضو حاجه 150 تقريبا 145 حاجه في الرينج ده. فخلينا ندوق. انا بحاول ادور على جمبري بس مش لاقي. في جمبريه صغيره يعني. مش خلينا ندوق. بسم الله. هي حلوه بس اول مره اجربها يعني. اللي انا اجرب المكرونه بالشبت والوايت صوص اول مره اجربها بالطريقه ديت يعني، والصراحه عجباني قوي. لا رهيبه الصراحه. وكميه الجمبري اللي جوه يعني الى حد ما مقبوله يعني، مش كتير قوي لكن مقبوله. مش عارف الصراحه هاكل الجمبري والسبيط ده ازاي. هو مديلك عيش مفتوح زي السندوتشات، انا مش عارف لازمتها ايه اللي احنا نعمل كده يعني. هو نفس كونسيبت السندوتشات بس هو حاطته لك بره. خلينا مثلا نحط لنا سبيطايه على جمبريايه على جمبريه ثانيه، وندلق شويه طحينه. ماشي خلينا ندوق كده. لا حلو قوي الصراحه، بس لو كنا طلبنا سندوتشات كانت هتبقى احلى بكتير يعني. بس خلينا نخلص الاكل ونشوف لو لقينا برضه حاجه في سكتنا ممكن نجربها. يلا بينا.
وبكده نكون قربنا على اخر ديستنيشن معانا وهو الشيخ وفيق. قلنا بقى ايه، نحدق نحلي. فاخر تحليه معانا هتكون الشيخ وفيق، نجيب لنا مثلا رز بلبن، مش عارف هنجيبه بالمكسرات ولا بالايس كريم ولا ايه. وفي الغالب هنجيبه رز بلبن عادي، لان خلاص ما بقاش في مكان، ما بقاش في اي قابليه ان احنا ناكل اي حاجه تانية يعني. بس خلينا نروح للشيخ وفيق ونقفل بقى عشان تعبنا. يلا بينا. اخر وجهه معانا بقى وهو الشيخ وفيق. قلنا نجيب حاجه ساده جدا عشان خلاص ما بقاش في مكان في البطن لاي حاجه تانية، فجبنا لنا رز بلبن عادي جدا من غير مكسرات ولا ايس كريم ولا اي حاجه. الطبق ده تقريبا عامل له 20 جنيه. بسم الله يا جماعه. الشيخ وفيق انا مش هقدر اقول لك عليه مثلا ان هو في عيب ولا في حاجه، لا هو مظبوط، كل حاجه فيه مظبوطه. ولو جبنا عليه مكسرات وايس كريم وبتاع كان هيبقى احلى بكتير اكيد، بس هو خلاص يعني نهايه الحلقه. فبس خلينا نخلص الطبق دوت. واحب اقول لكم ان ديت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. لو عندكم اماكن تانية حابين ان احنا برضو نعمل فيها جوله عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا عارف ان بحري فيها اماكن كتيره جدا معروفه وفيها زخانيق كتير، فيها مطاعم احسن من اللي احنا جربناها النهارده، عشان ما حدش يقول لي تحت في الكومنتات اللي هو انت ما بتفهمش بتختار اماكن مش معروفه او اماكن وحشه. انتوا عندكم اقتراحات تانية لاماكن برضو كويسه في بحري ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات، ممكن نجربها في حلقه تانية تكون مثلا جوله بحري الجزء الثاني. وبس ديت كانت نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.